وصلت لأقصى درجات الضغط النفسي. قررت أعمل خطوة جريئة عشان أحمي اللي فاضل من خصوصيتي. رحت عملت مفتاح تاني، بس المرة دي كان لغرفة النوم بس، المكان الوحيد اللي كان ممكن أحس فيه بالأمان. وبقيت أقفله كل ما أنام أو أحس إن ممكن يحصل دخول مفاجئ. يومها كنا نايمين نوم تقيل، فجأة سمعت الصوت اللي بقى كابوس، صوت المفتاح بيلعب في كالون باب شقتي. قلبي وقع في رجلي. وبعدين صوت مفتاح بيتلعب بيه في كالون أوضة النوم. مفيش فايدة، الباب مقفول. اتلقيت حماتي بصوت عالي وبتزعق وبتقولي يا سارة، يا سارة افتحي الباب، اللي قفلتيه ده، قافلة باب أوضتك ليه؟ هو أنا غريبة ولا إيه؟ هو أنا دخلت عليكي حرامي؟ دي قلة أدب، أنا مربيتكيش على كده، أنا أدخل وقت ما أنا عايزة. كلامها كان زي الرصاص بيضرب في قلبي. وأحمد واقف ساكت مش عارف يعمل إيه، كأن لسانه اتربط. بصيت له والدموع في عيني، بس هو ساكت. صمته كان أقسى عليا من كلام حماتي. وهي بتقولي كمان أهلك اللي ربوكي على كده، مش هتخشي بيتنا تاني غير لما تتعلمي الأدب. بعد الإهانة دي كلها، يا ترى إيه قرار سارة؟ هتسكت ولا هتروح لأهلها؟ النهاية مفاجأة. تبعوا الجزء الأخير.